العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. مراسم تسليم كأس هدية الاستقلال يعكس شعار عيد الاستقلال. الإريتريين في سويسرا وشيكاغو وفنلندا يحتفلون بعيد الاستقلال. تدريب المعلمين في شمال البحر الأحمر. السعودية وكندا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية. إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي جديد يصعب استهدافه. واشنطن تعلن عن هجوم سبراني مدعوم من بكين والصين تنفيذ. مرحبا بكم. عكست مراسم استقبال هدية الاستقلال من مديرية إلى أخرى خلال تجوله البلاد عامة شعار عيد الاستقلال القائل إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وقد وصل كأس هدية الاستقلال الذي انطلق من مدينة الصمود نقفة في 24 من أبريل، وصل أسمرة في اليوم 24 من مايو مختتما جولته في الإقليم الأوسط. وزار كأس هدية الاستقلال مارا بشارع المناضلين إلى الموقع الذي أحرقت فيه قوات الكوماندو التابع للجيش الشعبي لتحرير إريتريا 33 طائرة عام 1984. وعرض في المكان صورا للمناضلين الأحياء والشهداء المشاركين في العملية النوعية. وحلقت 3 طائرات مروحية للقوات الجوية في الموقع لمنح المناسبة حفاوة كبيرة. ووضع قائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليبوس ولد يوهانس وقائد القوات الجوية اللواء تخلاي حبتسلاسي وحاكم الإقليم الأوسط السيد في السهايا هايلة أكاليل الزهور على مقبرة الشهيد مبرهتو جبرهيوت الذي استشهد في العملية. وانطلق كأس هدية الاستقلال من قاعدة القوات الجوية عبر شارع المناضلين ليصل إلى معسكر دندن، حيث كان في استقباله بحرارة كبيرة معاق الحرب. ودخل كأس هدية الاستقلال استاد أسمرة موقع الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال مار بشارعي الشهداء والحرية وساحة الفاتح من سبتمبر واندا مريم، وسلمه حاملي الأمانة الشباب إلى فخامة الرئيس إسياس أفورقي. احتفل الإريتريون المقيمون في سويسرا وشيكاغو الأمريكية وفنلندا بالذكرى 32 للاستقلال. واحتفل الإريتريون في سويسرا يوم 20 من مايو في مدينة ييفردان، حيث خاطب الحفل القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد آدم عثمان هنأ فيه الشعب الإريتري عامة وأصدقائه وقوات الدفاع بالمناسبة المجيدة. وقال إن الإنجازات البطولية التي تحققت في مختلف المجالات في المراحل السابقة ستكرر بشكل مضاعف في المرحلة الجديدة المبشرة. واحتفل الإريتريون في شيكاغو يوم 24 من مايو برفع علم إريتريا في مركز إدارة المدينة. وقرأت في المناسبة التي تضمنت السلام الوطني لإريتريا قرأت رسالة التهنئة لعمدة مدينة شيكاغو. واحتفل الإريتريون في فنلندا بعيد الاستقلال يوم 20 من مايو. احتفل الإريتريون المقيمون في الدول الإسكندنافية السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا بالذكرى 32 للاستقلال. وبدأت الاحتفالات يوم 13 من مايو في مدن أرهاوس الدنماركية ومودوم النرويجية وكريستيانستاد السويدية، لتلتئم يوم 20 من مايو في 25 مدينة بمشاركة كبيرة للمواطنين خاصة الشباب. ووجهت في المناسبة رسائل حول مضمون الاستقلال والدفاع عنه ودور ومساهمة الإريتريين في الخارج والداخل والمهام المرحلية. وعلم بأن احتفالات الاستقلال التي تستمر حتى 3 من يونيو ستنظم في 62 مدينة. تلقى 180 معلما من مديريات نقفة وأفعبت ومصوع في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية. وأوضح مسؤول فرع جمعية المعلمين في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ عثمان صالح
أن التدريب الذي نظمه جمعية المعلمين هدف رفع القدرات للارتقاء بالعملية التعليمية. ودعا مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان المعلمين لبذل الجهد لتحقيق نتائج جيدة استفادة من التدريب المقدم ونقل المعرفة المكتسبة إلى المعلمين الآخرين. وذكرت ممثلة المتدربين أن التدريب صقل خبراتهم التدريسية منادية لتوسيعه من الرياضيات واللغة الإنجليزية ليشمل جميع المواد التعليمية، وقدمت في مراسم التخريج الشهادات على المتدربين. استشهد في 22 من مايو المدير العام لهيئة المتفجرات المدنية المناضل سامي البايري عن عمر 77 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل سامي البايري بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يونيو عام 1975 وخدم خلال مرحلة الكفاح المسلح في أجهزة التنظيم والقوات المقاتلة بمختلف مستويات المسؤولية. وعمل بعد الاستقلال مديرا لمصفاة الوقود في عصب ومدير عام لقسم الطاقة في وزارة الطاقة والمعادن. المناضل سامي البايري متزوج وأب لمولود واحد، وقد وري جثمانه الثرى ظهر يوم 23 من مايو في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة الطاقة والمعادن عن حزنها لاستشهاد المناضل سامي البايري، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين وزملائه. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، أعلنت كل من السعودية وكندا الاتفاق على تعيين سفيرين جديدين واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد تعليقها إثر خلاف في عام 2018. وقالت الخارجية السعودية إنه في ضوء مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في نوفمبر الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا إلى وضعها السابق. من جهتها أكدت الخارجية الكندية توافق على عودة العلاقات مع السعودية إلى سابق عهدها. وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية أن كلا من البلدين سيعين سفيرا لدى الآخر. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية بحضور وزير الدفاع محمد رضا أشتياني الستارة عن أحدث نسخة من صاروخها البالستي الدقيق بعيد المدى خرمشهر، ويبلغ مداه 2000 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يوزن 1500 كيلوغرام. وبحسب بيان وزارة الدفاع الإيرانية، فإن صاروخ خرمشهر 4 يعد الجيل الرابع والأكثر تطورا من بين محركات الصواريخ الإيرانية التي تعمل بالوقود السائل، وهو مزود بمحرك جديد. ووصف المسؤولون الإيرانيون الصاروخ بأنه يتميز بالقدرة على الإصابة بشكل نقطوي ودقيق ولا يحتاج إلى توجيه المرحلة النهائية، كما أنه يصعب على أنظمة الدفاع الجوي استهدافه بسبب سرعته الفائقة. وكانت القوات الجوية في الجيش الإيراني قد كشفت مطلع فبراير عن قاعدة جوية تحت الأرض باسم عقاب 44 تضم قاتلات حربية مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى. أصدرت وكالات استخبارات أمريكية وبريطانية وكندية وأسترالية ونيوزيلندية تحذيرا مشتركا لتسليط الضوء على استهداف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من قبل جهات إلكترونية قالت إن الصين تدعمها، وردت الأخيرة على لسان الناطقة باسم الخارجية ماو نينغ بأن هذه الاتهامات تندرج في إطار حملة تضليل جماعية. وقالت وكالات الاستخبارات إن هذا النشاط يؤثر على الشبكات عبر قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، وإن الفاعل يمكن أن يطبق التقنيات ذاتها وغيرها في جميع أنحاء العالم.
في المقابل قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية عن الاتهامات الأمريكية: هذا تقرير غير مهني على الإطلاق مع سلسلة أدلة مفقودة، مضيفة أن المعلومات تندرج في إطار حملة تضليل جماعية لدول تحالف العيون الخمسة الاستخباراتي الذي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ضرب إعصار موار شمال جزيرة غوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي، مما سبب أضرارا جسيمة بسبب الرياح التي صاحبته. وبلغت سرعة الرياح التي إلى ما يقارب من 225 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تستمر حتى الغد بحسب مركز الأرصاد الجوية الأمريكية. وأفادت الأرصاد الجوية بأن هذا الإعصار العملاق يشكل تهديدا ثلاثيا، إذ يرجح أن يجلب معه رياحا عاتية وأمطارا طوفانية، وأن يؤدي إلى فيضان ساحلي قد يكون مميتا. وحذرت الأرصاد الجوية من أن تهديد الإعصار لا يقتصر على جزيرة غوام، بل يشمل أيضا روتا، الجزيرة الأمريكية الأخرى في أرخبيل ماريانا. في الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. مراسم تسليم كأس هدية الاستقلال يعكس شعار عيد الاستقلال. الإريتريون في سويسرا وشيكاغو وفنلندا يحتفلون بعيد الاستقلال. تدريب المعلمين في شمال البحر الأحمر. السعودية وكندا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية. إيران تزيح الستار عن صاروخ باليستي جديد يصعب استهدافه. واشنطن تعلن عن هجوم سيبراني مدعوم من بكين والصين تنفيذ. ختام النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، كنت معكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.